في بداية شهر 12 والسنة بتخلص، هحكي لكم موقف وانا بفتح معاكم اجندة 2025 من ماما في الشغل. كنت متعودة اكتب دايما الافكار والحاجات المهمة ومواعيد الادوية والدكاترة في نوتس الموبايل، وفجأة اتمسحت وما بقاش ليها اثر، وده خلاني ارجع للطريقة اللي بحبها وهي اني اكتب بالورقة والقلم. الناس اللي بيحبوا الطريقة دي وبيحبوا التنظيم هيتبسطوا جدا بالاجندة زي ما انا اتبسطت بيها. الاجنده بيجي معاها اكسسوارز كتير، في منها حاجات ترفيهيه وبتظبط القلق والتوتر، وحاجات مهمه جدا للتنظيم عامه، المصروف الشهري والتودو ليست بتاعت كل يوم، المواعيد والارقام، تنظيم ميعاد شرب الميه والاكل الصحي. كل ده بيساعد الحياه اليوميه انها تكون متنظمه اكتر، وبالذات الامهات المشغولين وعندهم كذا حاجه يعملوها في اليوم. بس الاجنده دي مش بس للامهات، دي لاي حد بيحب حياته تكون متنظمه، يحب اخر السنه يبص على الانجازات اللي هو عملها في السنه اللي فاتت. الاجنده والحاجات اللي معاها حجمها صغير وممكن نحطها بسهوله في الشنطه، اللذيذ فيها انها معموله بسلك فمش هتضايقك او تتقطع منك في اخر السنه. فيها كل حاجه ممكن تفكري فيها، وكمان فيها ورق ابيض عشان تكتبي اللي انت عايزاه او ترسمي اللي انت عايزاه، وفيها كوتس لذيذه مكتوبه من تحت ممكن تديكي موتيفيشن كل يوم. فيها تخطيط شهري ومتابعه العادات، كمان بيجي معاها السنه كلها مكتوبه في ورقه واحده، ممكن تعلقيها في اي مكان وتشوفي الانجازات اللي انت بتعمليها كل يوم. قولوا لي بتحبوا تعملوا ايه عشان تنظموا وقتكم، واستنوا الفيديوهات اللي جايه وانا بوريكم ازاي بستخدمها كل يوم.